واكتشف ناصر لارغيت المدير التقني للاتحاد السعودي وواحد من الناس اللي تبعوا المسار ديال أشرف حكيمي من البداية ديالو، باللي لعب باريس سان جيرمان كيدوز تقريبا 6 الساعات ديال التأهيل كل نهار باش يرجع في الوقت المناسب ويشارك في كأس إفريقيا للأمم 2025. وقال لارغيت في تصريح لRMC سبور باللي حكيمي تيضاعف الجهود ديالو بشكل كبير وكيخدم بوتيرة طالعة باش يكون واجد يعاون المنتخب الوطني. وضح لارغيت باللي حكيمي كيتابع البرنامج العلاجي ديالو في إسبانيا، وأكد باللي العزيمة ديالو والرغبة باش يحضر مع المنتخب خلال البطولة القارية كيعطيه دافع قوي. وزاد قال هادشي اللي كيدير حكيمي كيبين الوعي ديالو بأهمية الحدث والرغبة الكبيرة ديالو باش يكون حاضر داخل المجموعة من اللقاءات الأولى. وكتسير الحالة ديال حكيمي بحذر داخل نادي باريس سان جيرمان وبتنسيقه مع الطاقم الطبي للمنتخب المغربي الأول، خصوصاً أن الإصابة كاينة في الكاحل وهو مفصل حساس جداً بالنسبة لظهير كيعتمد على السرعة والاندفاع وتغيير الإيقاع. وفي المقابل كتراقب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الوضع عن قرب، حيث وليد الركراكي كيحط الخطط ديالو بالاعتماد على الجاهزية ديال حكيمي بشكل خاص، وكيطمح الطاقم التقني للمنتخب يبرمج العودة ديالو تدريجياً باش يدخل للكان بإيقاع مزيان بلا ما يضغط على الكاحل أو يزرب في مراحل العلاج. وكان الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق ديالو ضد بايرن ميونخ في منافسات دوري أبطال أوروبا في 4 نوفمبر الجاي بسبب تدخل عنيف من اللاعب الكولومبي لويس دياز اللي خرج من الملعب ببطاقة حمراء مباشرة، والشي اللي خلى المدرب لويس إنريكي يضطر يعوض حكيمي بعد ما قدرش يكمل الماتش بسبب الألم ديال الإصابة.